بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي، قناة أم محمد. بصوا حبايبي، إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم أحسن صينية بلاميطة بالبسلة. لأول مرة تشوفوها، بس أنا مجرباها على كتير جدا وطعمها بيبقى خرافة قوي. أنا أول حاجة غسلتها البلاميطة بتاعتي بالشكل الجميل ده أهي، وفتحتها كمان. ببقى ساعات عندي استعداد أشيل السلسلة بتاعتها، بس أنا ما شلتهاش. ماشي، أنا غسلتها كلها بالشكل ده، وحطيت عليها طماطم، ليمون، كمون، نقعتها حبه طيبين وغسلتها كويس، وحطيتها في المصفى زي ما انتم متعودين معايا. لازم احط الحاجه تصفى الاول من الميه بتاعتها. اول حاجه اجيب بقى، خلي الحاجه دي كده على جنب، البلاميطه، الحاجات كل دي الحاجات اللي انا هحطها عليها، وجزر كمان. ودي التوابل، توابل سمك، معلقه ملح، معلقه كمون، فلفل اسمر، شويه بهارات حلوين كده. هجيب الحاجات دي كلها اقلبها على بعضها. يا حبايبي، انا جبت الطبق بتاعي او اي حاجه موجوده عندك. هنزل البسله بتاعتي. البسله دي كانت في الفريزر، ما عنديش بسله خضراء. ماشي، هنزل بالجزر، بس انا هسيب شويه للاخر. الحاجات دي كلها، دي بصل وتوم، انا عامله فصين توم وليمونه وفلفل. الطماطم بتاعتي الجميله. لو انت متاح عندك قولي معايا، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كزبره او شبت، لو متاحه عندك حطي كزبره او شبت، بس انا الصراحه مش موجود عندي حاليا. وهحط بردك مع التين زيت. انا عملت بالشكل ده. هجيب الصينيه بتاعتي الاول، اجيب بقى معلقتين الزيت الاول عشان احطهم. اي نوع زيت متاح عندك، بس ما تحطيش سمنه، هو لازم يكون زيت. اقلبه كويس كده. اجيب الصينيه بتاعتي، انا جبت الصينيه بتاعتي، هنزل فيها تحت كده شويه، مش هكتر عشان انا مش مكتره الدقه بتاعتها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الحلو والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ماشي، اجيب اول واحده معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اجيبها كده بالشكل ده، انا غسلاها اهوت. احشيها كده، تبقى طعمها جميل جدا الصراحه، طعمها خرافه. انا جايبه الصينيه بتاعتي كبيره شويه، على اساس اللي هي لو انفع احطها كده مفتوحه كده زي ما انتوا شايفينها، احطها. ما ينفعش دي، يعني لو لقيت الصينيه صغنططه بحيث ان انا هقفلها، اعملها زي السندوتش عادي خالص. طبعا انت بتحط لها كوبايتين ميه او كوبايه، عشان خاطر هي طبعا اكيد مش هتنفع، لازم تقف تبقى كده عشان تاخد الاربعه. جربوا الطريقه، ما بتبقاش ريحتها زفره خالص ولا اي حاجه زي ما في ناس بتقولي، لا خالص. انا مجرباها قبل كده. لما بتكون ريحتها زفره دي بيبقى من الغسيل ذات نفسه، يعني انت مش غسلها كويس، عشان كده باينلك اللي هي بتبقى زفره. عايزه تحطي بطاطس حطي بطاطس، برضو بتديها طعم حلو اهوت. خليكم معايا للفيديو للاخر، بيبقى شكلها خرافه الصراحه اهوت بالشكل الجميل ده. ماشي، هحاول ان انا انيمها بدل الصينيه بتاعتي خدت شويه كده بالشكل الجميل ده. هنزل بالباقي، احط كده. ماشي، طبعا عشان انا هحط لها كوبايتين ميه بالشكل ده. هنزل كده شويه الجزر بتوع الجمال. طبعا هي ما بتستحملش، بس هي طبعا لازم هتحط لها ميه عشان خاطر البسله والحاجه اللي معاها تستوي. اهي يا حبايبي، بعد ما حطيت لها الميه بتاعتها بالشكل ده، اي درجه حراره عندك او اي فرن تحطيه فيها ما فيش اي مانع. لازم يكون الفرن طبعا هيبقى حامي عشان خاطر البسله تستوي. وبعد ما تستوي وتلاقيها مثلا الحاجه غليت او البسله بدات تغلي، هتهدى عليها خالص وتغطيها وتسيبيها براحتها
عشان تستوي كويس. فهوديها الفرن كده وبعدين ابقى ارجع لكم. من الحق يا حبايبي هحط لها شويه زيت زيتون كده، زيت الزيتون بيديها طعم حلو وبتخلي اللحمه بتبقى مستويه بتاعتها اهو. انا حطيت كده زيت الزيتون، هوديها بقى الفرن. بصوا حبايبي بقى نكشف بقى الصينيه بتاعتنا مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شفتوا الجمال؟ الله، شايفين؟ واستوت وجميله جدا، شايفين؟ هحاول كده انقلها لكم في طبق عشان اوريها لكم. طبعا هي لسه طالعه من الفرن حاليا، بس انا سايبه الدقه بتاعتها بتروح وتيجي كده بالشكل ده، على اساس ان انا يعني تعرفي تاكلي بيها. عايزه تنشفيها عن كده نشفيها، بس هي بتبقى يعني كده احسن حاجه. يا رب تكون ظاهره ليكم. هنقلها لكم في طبق كده اوريها لكم. شوفوا حبايبي ما شاء الله، طبعا اكيد هي مستويه مية مية. الله 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 الله. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ شايفين بيضه وحلوه ازاي؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الحلو والاشتراك وتفعيل الجرس. شويه الدقه الحلوين بتوعها دول كده، عامله زي شوربه الخضار، ريحتها جميله جدا. بالشكل ده حبيب قلبي. ادي الرز الابيض بتاعنا، بتحط كده. الله، شايفين؟ وحته السمكه من الحلوه دي. شوفوا السمك جميل جدا. قولوا لي ايه رايكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.